السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في يوم جديد معايا في مطبخي. اللي كما راكم تشوفوا انا حنتقاسم معاكم القضيان الشهري تاعي، يعني مقتطفات بعض القضيان تاعي، ماشي كل القضيان كامل. كما راكم تشوفوا البعض فقط. هنايا الحاجات الضروريه كما نقولوها فيتامينات تاع كل يوم اللي رايحين ناكلوها خلال الشهر، ما نستغناوش عليها. كما راكم تشوفوا هنايا معظم الاشياء اللي نشريها بالميزان. هاكم تشوفوا العدس، اللوبيا، الفريك، الكاوكاو، المايزينا، يعني معظم الاشياء اللي نشري بالميزان. ما نشريش وشريتهم في المارشي للعلم، فقط شريتهم في المارشي بسومه مليحه. ما نشريش في لي غون سوبيرات، ما كاين بعض لي سوبيرات اللي رجعوا يبيعوا بالميزان. علماش تبعت الثمن هادو نشريهم بثمن اقل، خطرات تصيب 5000 نقصان، خطرات 3000 نقصان، خطرات بصح كي تطم كلش هكا حتصيب روحك راك بالفايده شهر مور شهر، تصيب روحك خاسر اشياء بزاف على الباكاجينغ اللي نشريو حنايا. نشوفوا حاجه شابه، تقابلنا حاجه داف سوبيرات، يا اما الروز يا اما عدس يا اما في ساشي شباب منا وكامل، نروح نشريوه خطرات اقسم بالله غير ما يتكل. يعني صرات لي شريت حاجه يعني تاع الباكي كيما نقولوا حنايا، فينالمون الجوده تاعها كانت سيئه، رديئه ما تنتكش. باغ كونطخ هاد الحاجات اللي نشريهم انايا بالميزان جربت، شفت في المارشيات وين مليح وين ماشي مليح واسوام كامل. الوغ صبت باللي حاجه تاع الميزان اني حنستفاد منهم اكثر من نشي تاع الباكيات. وهاد الشي هذا ماشي معناتها المراه اللي تتبع هاد الشي هذا ماشي معناتها مراه مشراره مسماره تبع الدور، ولا بالعكس. هاد الحاجات هادو يدخلوا في الاقتصاد المنزلي. الاقتصاد المنزلي هذا في الجامعات العالميه يقريوه في الجامعات سواء عربيه ولا اوروبيه وامريكيه، يعني غربيه بصفه عامه، يقريو الاقتصاد المنزلي. واش معناتها ولا كيفاش تقتصدي في المصروف تاع الدار تاعك، كيفاش تخيري الحاجه ذات الجوده العاليه باقل سعر، كيفاش راكي حتنظمي المصروف تاعك، كيفاش تسيري، كيفاش علماش باش نديرو حاجات وحدو خير في حياتنا. سقسيكم سؤال، اسكو رانا عايشين باش ناكلو ولا ناكلو باش نعيشو؟ كل واحده سقسي روحها، اسكو راني عايشه باش ناكل ولا ناكل باش نعيش؟ لا، ناكلو باش نعيشو، ونعيشو باش نديرو اشياء واحده اخرى. ناكل باش ما نموتش بالشر، نقوت روحي باش ما نموتش بالشر، باش بعد كي نعيش عندي حاجات واحده اخرى نديرهم في الدنيا هذه. ربي ما خلقناش غير باش ناكلو. اسمى حاجه اكيد اللي تعرفوها خير مني هي العباده. ربي خلقنا للعباده، هذه الحاجه الاولى مفروغ منها. ما رانيش انايا شيخه ولا راني باش نقول لكم العباده تعرفوها خير مني اكيد، مي بصح لازم نديروا حاجات اخرى. عندنا اهداف في الدنيا هذه، كل وحده والهدف تاعها. كاين اللي حابه تزوج ولادها، كاين اللي حابه عندها بناتها تخبي لهم للذهب، كاين اللي حابه تبني، كاين اللي حابه تشري طوموبيل، كاين اللي حابه تشري دار، كاين يعني كل وحده عندها الهدف تاعها في الدنيا هذه. على هذه لازم تشفق، لازم دير تسيير تاع الميزانيه تاعها، ماشي اللي جابوا نهار كله الليل. لازم تعرف كيش تشفق وتخبي ودير تاويل لعمرها باش دير اشياء واحده اخرى في الدنيا هذه. فهمتوني كيفاش؟ صافي المراه اللي تروح تشفق و بشرط ماشي تروحي تشفقي وكامل باش تخبيهم كماليات، تروحي تزيديهم كماليات ولا لا شفقيهم لازم كما يقول لك بتعاون مع الزوج. لازم كي المراه كي الزوج كي المراه كي الراجل تاعها لازم يتعاونوا ويديروا ميزانيه ويديروا خطه. يعني كما يقولك اضعف الايمان عندك كلش الله يبارك، روحي جيبي بهم عمرها، صدقي الاخره تاعك، تصبي واش ديري بهم. يعني مستحيل انا نخلع. كاين يعني بعض البنات، يعني شوفوا ما نكذبش عليكم، يعني كاين بنات نساليهم كبارات الله يبارك يعرفوا الميزانيه يعرفوا. بصح انا البنات يعني تحت تشجيع بعض البنات هدا الصغار في الجروبات هدا كي يسقسيو عندي 3 ملايين في الشهر كيش نصرفها، عندي نبدا نمد لهم تدابير، نبدا هما اللي يشجعوني باش ندير لكم هذا المحتوى هذا في القناه تاعي. يعني تدبير المنزلي، يعني تقسيم الشهريه، يعني كيفاش من الشهريه كاين لا غالب يحلي 2 ملايين ونص، من هذوك 2 ملايين ونص نقدروا بربي ان شاء الله بحيل وتدابير منزليه اللي تقدري بربي ان شاء الله تولي تخبي منهم. ما تقوليش مستحيل، على بالنا الغلا راهو
يعني بارتو. الغلا ماشي غير في الجزائر، ماشي غير في البلدان العربية، هو عالمي. الغلاء راهو عالمي. على هادي يعني حاجة مفروغ منها. ونقولوا عليه والدينا ما كانوش هدا، والدينا كانوا في وقت النية، ما كانش اختيارات، ما كانوا الناس كامل يلبسوا كيف كيف، الناس كامل ياكلوا كيف كيف، ما كاش لي شوا تاع الفرامج تاع الباس تاع. يعني فهمتوني كيفاش على هاديك. شغ مانينا عاشوا بسلام عاشوا عيشة سنان. هكذا أحلى أن نعيش. هذه هي. يعني هما عاشوا معيشة تاع سنان. حنايا وقتنا تبدل، ولادنا عندهم متطلبات، حنا عندنا متطلبات. يعني الهدف تاع كل وحدة كما قلت لكم عندها أي في الديق مسكينة حابة تشهد تشري دار تشري تراب. وحدة عندها بنت عندها طفل عندها زوج عندها، تقول لك أنا نخبي لهم الذهب تاعهم نخبي لهم العرسهم نخبي. كاين بعض الاشياء واحد قلبه راه في عمره. ولا حج ربي كما قلت له لا يحرمها على اي مؤمن ان شاء الله. يعني عندنا متطلبات في هذه الحياه هذه اللي لازم نخمو لهم، ولازم وانا بربي ان شاء الله راح نعاونكم، راح نكون معاكم باذن الله، ونتقاسموا التجارب تاعنا، ونتقاسموا كما نقول لك يد بيد ان شاء الله نتغلبوا على هذه الدنيا هذه باش نديروا حاجات اللي في قلبنا. ونوليو السؤال اللي طرحته لكم في العنوان تاع الفيديو تاعي: هل السمكة نقليوها بالديل تاعها ولا نحيو الديل تاعها؟ ديل السمكة اسكو يتقلى ولا ما يتقلاش؟ هذه حكايه تاع وحده اون جماريه طفله صغيره كانت تقلي في الحوت. كانت واقفه معها عجوزتها، بعد قالت لها لا يا بنتي وعلى تنحي الديل تاع السمكه؟ قالت لها السمكه تنقلى كومبلي هداك ماشي. قالت لها لا قالت لها احنا في دارنا نحيوه. قالت لها كيف فيها كاش حكمه ويلا؟ قالت لها والله ما على بالي. قالت لها سني نسقسي ماما ونرجع لكم بالخبر. حيدت لماماها سقساتها قالت لها وعلاه الحوت كي تقليه نحيلو الديل تاعو؟ قالت لها والله يا بنتي شفت مانيك دير هكداك تبعتها. قالت لها بصح صبري دوك نسقسيها ونرجع لك بالخبر. حزت عيطت لا غرامير هذيك عيطت لها قالت لها وعلاه كي تقلي الحوت نحيلو الديل تاعو؟ قالت لها كاش حكمه فيها؟ قالت لها لا يا بنتي ما فيها حتى حكمه. قالت لها المشكل، قالت لها كانت عندي مقله صغيره، قالت لها بابا كان يجيب لي الحوت كبير، على هديك شتي اوبليجي باش نحي الديل هذاك ونقليها وتجيني سوا في المقله تاعي. هذا ما كان. فهمتوا المغزى من القصه هذه؟ يعني ماشي مغزى واحد، تعلموا منها حاجات بزاف. اول حاجه هي لا غرامير. لا غرامير ما حدش سيف على راجلها تقول له لا لازم تجيب لي مقله كبيره وراني شاكفه نحي الديل تاع السمكه وكيفاش ومنا. لا دارت الحيله تاعها وخمت باللي الديل هذاك ما حد به والو ما ينتكلش ما والو، دونك نحيه ونقلي الحوت تاعي بكل اريحيه بدون مشاكل بدون اي شيء. هذه الحكمه الاولى. الحكمه الثانيه: كي نشوفوا الحاجه لازم نسقسيو على الماش هذيك الحاجه دارت وما لازمش نعاندو. فهمتوا؟ على ماش دي فوا نعاندو ناس داروا حاجات احنا ما لبناش عن ماش داروهم. هما عندهم اسباب تاعهم، عندهم كيش نقولوا اهداف تاعهم عندهم داروهم. ماشي حاجه اللي نشوفها عند الناس لازم نتبعها، لازم نعاندها، لازم ندير كيما فلانه ولا كيما فلان ولا لا كل واحد لازم يعيش حياته، لازم نتعلم من هذه الدنيا. وكي نشوف عبد دار حاجه علنا حاجه مليحه معليش نسقسيه شت حاجه والله معليش ندير هذه كيفاش درتها فهمتوني كيفاش؟ هذه كامل باش نتعلموا في هذه الدنيا. كل واحد عنده طريقته في المعيشه، عنده طريقته في حياته، عنده طريقته في الدار تاعو، عنده طريقته. مثلا كيما حنايا راكم تشوفوا في الكباب تاعي بطاطا هي كبيره، شوفوها قطعتها كبيره. احنا ماما الله يرحمها قلنا البطاطا تاع الكباب لازم تقطع كبيره شويه ولازم طيب بيضه ما تحمروهاش. احنا طريقتنا هكذا ماشي نجي انايا نشوف عند وحده دارت بطاطا قطعتها رقيقه وحمرتها نقولها وعلاه. ممكن البطاطا تاعها ماشي ما تطيبش، اختار تطيحوا في بطاطا كيما هاد اليامات يعني الله يسترنا البطاطا راهي كاتاستروف، دونك طيح في بطاطا ما تطيبش مليح، دونك اوبليجي عليا نقطعها رقيقه باش طيب لي. ممكن في الدار ما يحبوش بطاطا طيب بيضه يقولوا لها حمريها لنا، ماشي انا نجي دوقا نقولها عيب عليك وشنو هذا ماشي كباب، هذا فسدتونا الماكله تاعنا. يا ناس
الماكلة ماشي علوم دقيقة، ماشي قرآن منزّل، ماهيش علوم دقيقة، كل واحد يطيب على طريقته، يطيب على كيفاش تعلّم هو، يطيب الحاجة اللي يحبها هو، les épices يدير اللي يحبهم هو، بشرط ما يجيش واحد ينتقد شخص واحد آخر، فهمتوني؟ ما تجيش وحدة من الشرق تقول للوحدة تاع الغرب وعلاه ديريها، تصيبهم خواتات خواتات كل وحدة طيب حاجة شنو يقولوا باللمسة تاعها، بالبنة تاعها، فهمتوا كيفاش؟ نتمنى يعني يكون الفيديو هذا فاتكم فيما يخص الحكمة اللي مديتها لكم سواء في تاع الحوتة سواء في تاع القضيان سواء مازال يا ما تربي ان شاء الله بي ولا طولنا العمر ونتلاقاو ونوريكم ان شاء الله نتعاونوا على الدنيا هذه على القضيان على التدابير على كل حاجة ان شاء الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.